كيفاش كانت الأندلس كتغرق وملوك الطوائف كل واحد مشدود في عرشو. جا راجل من المغرب ماشي باش يتفاخر، جا باش ينقد حضارة. سميتو يوسف بن تاشفين، قائد أمازيغي مؤسس دولة المرابطين. كان زاهد بسيط ولكن عنده عقل ديال دولة وسيف ديال قائد. منين طلبوا منه المساعدة شد البحر ومشى للأندلس، لقاها مفككة ومهددة بالسقوط. واخا ملوك الطوائف كانوا كيتقاتلوا، هو وحدهم وقال لهم الأندلس ماشي طاولة تقسيم، راه مسؤولية أمة. وفي سنة 1086 وقعت معركة الزلاقة، قدامه كان ألفونسو السادس ملك قشتالة، ورا يوسف جيش مغاربي أندلسي متحد. النتيجة نصر ساحق أوقف زحف النصارى على الأندلس وخلى المسلمين يحافظوا على وجودهم ل4 قرون إضافية. يوسف ما كانش باغي السلطة، حتى في لباسه كان متواضع، رفض يلقب راسه خليفة وقال أنا أمير المسلمين لا غير. يوسف بن تاشفين الراجل اللي جمع المغرب والأندلس ووحد السيف والإيمان، وكتب صفحة من أنقى صفحات تاريخنا.